في قلب الإمبراطورية الرومانية العظيمة، برز نيرون، أحد أكثر الأباطرة جدلاً وغموضاً في التاريخ. ولد نيرون في عام 37 ميلادية، وتولى عرش الإمبراطورية وهو لا يزال فتى صغيراً، تحت وصاية أمه القوية. كان نيرون مولعاً بالفنون، الموسيقى والمسرح، لكنه سرعان ما أظهر وجهاً مظلماً في حكمه. في عام 64 ميلادية، اندلع الحريق العظيم في روما، الذي دمر مساحات شاسعة من المدينة. تقول بعض الروايات أن نيرون استغل هذه الكارثة لصالحه، حيث أمر ببناء قصر فخم وواسع يعرف باسم الدوموس أوريا، بينما كان سكان المدينة بلا مأوى. وهناك قصص تقول إنه كان يعزف على العود ويغني أثناء اشتعال النيران، وهو مشهد أثار غضب الشعب وأدى إلى اتهامه بإشعال الحريق عمداً. لكن هذه الحوادث لم تكن الوحيدة التي جعلت نيرون شخصية مثيرة للجدل، فقد أمر بقتل والدته، التي كانت تهيمن على حكمه في البداية، كما قضى على زوجته وأقرب أصدقائه، في سلسلة من الجرائم السياسية التي زادت من عزلته وكراهيته بين رعاياه. مع مرور الوقت، تصاعدت المعارضة ضده، واندلعت ثورات في مختلف أرجاء الإمبراطورية. وفي عام 68 ميلادية، وبعد أن فقد الدعم الشعبي والعسكري، هرب نيرون إلى الريف، وهناك أنهى حياته بالانتحار، منهيا فترة حكمه التي استمرت أكثر من عقد. يترك نيرون وراءه إرثا مظلما، قصصا عن الغرور والجنون، وذكريات عن حريق روما الذي غير مجرى التاريخ. لا يزال اسمه رمزا للطغيان والفساد، وقصته تثير أسئلة لا تنتهي عن حدود السلطة والجنون.